مع الكابتن رمضان عرفة المدير الفني لغزل كفر الدوار. اهلا بيك في كرة بلدنا. الله يخليك الله يخليك الله يخليك، انتم منورينا والله، كرة بلدنا منورنا دايما. الله يكرمك. كلمنا عن اداء الفريق النهارده او المباراة عامة في هذا اللقاء. والله احنا عندنا مباراة يعني مفتوحة مع فرقة كورة، انا عارف ان هم فرقة كورة كويسة، بس الشوط الاولاني زي ما انت شفت كده احنا مضيعين اكتر من 5 6 فرص جوان في الست يارده، وهم الكورة اللي بيروحوا فيها بيجيبوها جون، فطلعت النتيجة 3-0. كون ان احنا نرجع كده ونتعادل 3-3 وكنا هنكسب في اخر المباراة، وانتوا شفتوا كمان احنا كسبنا كورة، مش جوان كده، رغم ان الحكم حجمنا من بداية المباراة زي ما انتوا شايفين. بس الحمد لله الولاد ده، انا بين الشوطين ما اتكلمتش في الفنيات، كل اللي انا قلته بين الشوطين ان الماتش في الملعب. ليه؟ لان انا شايف الولاد كويسين وبيروحوا، وطالما ان احنا قادرين وبنروح وبنضيع تاكد ان احنا هنجيب، وده اللي انا كنت واثق فيه ان احنا هنجيب. والحمد لله كون ان احنا نرجع بنتيجه بعد 3-0 ديت تبقى فرقه محترمه، يعني مش اي فرقه تكون خسرانه 3 وترجع 3-3، معنى كده ان احنا عندنا فرقه محترمه. وانا قلت لكم قبل كده ان شاء الله هتتفرجوا على الفرقه ديت في اللي جاي ان شاء الله. اختيار البرنامج لحضرتك كافضل مدير فني لهذا الاسبوع يمثل لك شيء عظيم، لكن ماذا ترى في الاسبوع القادم ان شاء الله؟ ده هو اختيار البرنامج ليا كاحسن مدير فني، دي مسؤوليه، بيحطني في مسؤوليه وتحت ضغط، ومن ناس محترمه وخبره محترمه بما يختاروني كاحسن مدير فني، دي بيشيلني المسؤوليه. والحمد لله انا بقول لهم يعني ان شاء الله احنا هنكون على قد المسؤوليه، وهتشوفوا فرقه كفر الدوار كمان في اللي جاي. وانتوا شفتوا الحمد لله الولاد اعمارهم يعني الحمد لله صغيره، وبيرجعوا بمباراه 3-0 وبيرجعوا ب3-3 وبيأدوا الاداء ده لاخر دقيقه بيقدم. يعني احنا جايبين جون التعادل في الدقيقه 85 ومضيعين في الدقيقه 90 فرصه الجون الهدف الرابع، فمعنى كده الحمد لله في شغل بيتعمل والفرقه ان شاء الله بتأدي. وانا عامل لهم مباراه وديه يعني مع نادي الاتحاد. نادي الاتحاد اللي طلب يعني يبين لك ان فرقه كفر الدوار فرقه محترمه وفرقه مسمعه، كون ان يكلمني نادي الاتحاد ويطلب مباراه مع وديه مع غزل كفر الدوار، يعني ديت بتديني الثقه وبتدي للولاد الثقه ان هم فرقه محترمه، وان الناس عارفه ان فرقه كفر الدوار فرقه محترمه. شكرا يا كابتن. الله يخليك.